قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. بيبدأ الفيلم بالدكتورة كارول بينيل واللي بتكون على وشك انها تفقد وعيها وبتدور على اي عقار يخليها تقدر تقاوم، وبتلاقي فعلا العقار وبتشربه مع مشروب فيه سكر. بعدها بنلاقي ان في مكوك فضائي فشل في هبوطه على الارض، وبتبدأ كل الناس تتكلم عن الحادثة، تنتشر الاخبار عالميا، وفي اخبار بتقول انه ملوث وانه المفروض الناس ما تقربش منه. لكن بالفعل في جزء من الناس لمسه بدافع الفضول، وبيظهر كوفمان واللي بيكون واحد من مركز مكافحة الأمراض، وبيلاقي كوفمان إن الحادث نتج عنه كائن حي غريب مستحيل يكون من الأرض وليه خصائص غريبة زي إنه مقاوم للحرارة. بعدها بيروح كوفمان لبيته، وأثناء ما هو نايم بيبدأ جسمه يتحول بشكل غريب ومرعب. بنرجع للدكتورة بينيل واللي بتصحى على صوت صراخ ابنها أوليفر بسبب كوابيسه، وبيجي لبينيل مكالمة واللي بتكون من زوجها السابق كوفمان، واللي بيقول لها إنه رجع واشنطن وإنه عاوز يشوف ابنه لأن ده حقه القانوني. بس بتنتهي المكالمة بتركب بينيل العربية مع بن، واللي واضح انه بيكون بينهم علاقة قوية، وبتبدأ بينيل تحكي له عن مكالمة كوفمان وانها مستغربة سبب اهتمامه المفاجئ، وبيوصلها بن وبيفكرها بميعادهم. بتروح بينيل لمكان شغلها وبتجيلها مريضتها ويندي وبتبدأ تحكي لها عن مشكلتها. وهنا بنعرف ان بينيل دكتورة نفسية، وبتقول انها حاسة بان جوزها بقى شخص تاني وانها مش قادرة تتعرف عليه، وحتى انه قتل كلبهم ورماه في الزبالة بكل دم بارد. فبتستغرب بينيل وبتقول لها انها لازم تجيلها تاني قريب، وبتكتب لها على دواء وبتمشي. وبتحاول بينيل انها تخلي اولي ما يقلقش من الفترة اللي هيقضيها مع والده، بالذات انه ما بعدش عنها نهائي قبل كده، بس هو بيطمنها وبيقول لها انه هيقدر يتكيف وانها بس هتوحشه وانهم يقدروا خلال الفترة دي يتراسلوا عادي. بتقابل بينيل صديقتها وبتحكي لها عن كوابيس ابنها واللي بدأت من 3 أيام بعد ما عرف انه هيقابل والده. وفي نفس الوقت بيكون اوليفر واصحابه بيلعبوا لعبة خدع ام حلوى، وبيلاقوا كلب بيحاول يهجم على أندي صاحب أولي، بس صاحب الكلب بيمسكه وبيعتذر لهم. وبعدها بيمشوا الأولاد، بس الكلب بيقدر يهرب وبيهجم على أندي اللي ما بيكونش خايف، وبيمسك الكلب من فكه وكان على وشك إنه يكسره، بس صاحب الكلب بيلحقه. بعدها بتلاقي بينيل مادة لزجة على إيد ابنها واللي بيكون شكلها غريب وبتتحرك، فبتروح بينيل للدكتور بن وبتديله الكائن، واللي بتقوله إنها ما تعرفش المصدر من أي بيت لأنهم على الأقل زاروا 30 بيت. وبيقول بن إنه على الأغلب شيء مصنع، بس بينيل كانت معارضة، وبيبدأوا يحاولوا يشوفوا هو إيه الشيء ده، بس ما بيقدروش يتوصلوا لنتيجة فعلية. بس بيقول لهم الدكتور إنه هيحاول يتأكد تاني ويفحصه كويس. بيبدأ ينتشر نوع غريب من الإنفلونزا في البلاد، وبيكون قاتل بشكل كبير، وحتى إنه مصنف كواحد من أكتر أنواع الأمراض شيوعا. وبيكون فيه مؤتمر لمناقشة الحد من خطورة الفيروس، واللي بيكون فيه كوفمان واللي بيحاول يطمن الناس بإنهم وصلوا للقاح. بس في واحدة من الحضور بتستغرب وبتقول له هما ازاي قدروا يوصلوا للقاح في وقت قياسي، بالذات انهم لسه عارفين دلوقتي عن الفيروس. ما بيقدرش كوفمان يرد، فبيحاول يتهرب بطريقته، وبيظهر ان الموظفين اللي بيقدموا المشروبات بيخرجوا القهوة السخنة من بقهم. وبتلاقي بينيل شخص بيحتضر في الشارع، بس بتتجاهل المنظر وبتروح لشغلها، وبتلاقي هناك راجل غريب وافعاله غريبة واسمه لينك، واللي بيكون زوج ويندي، وبيقول لبينيل انه عارف بان زوجته جايه النهارده وهو جاي علشان يرجعها للبيت. فبتستغرب بينيل لان ده مش ميعاد ويندي، ولان كمان طريقه كلام لينك مريبه. فبتتصل على ويندي واللي بتكون تحت المبنى مباشره، فبتقول لها تحاول تخلي لينك مشغول علشان تقدر تهرب لبيت اختها. وبتقول لها انها ما كانتش عارفه في الاول تثق فيها ولا لا، بس هي بتشكرها وبتقفل المكالمه. وبتكون بينيل شايفه ويندي من الشباك وهي بتركب التاكسي. اثناء ما بتوصل بينيل ابنها لكوفمان بتوقفها ست غريبة وباين عليها انها مجنونة، وبتقول لها اننا لازم نحذر الناس وانهم بقوا قريبين مننا. وبعدها بتتخبط الست من عربية وبتيجي الشرطة في نفس اللحظة، وبتحاول بينيل تشهد بس الضابط بيمنعها، وبتكون طريقة كلامه غريبة وبيقول لها انهم اخدوا نمرة العربية. فبتحاول بينيل تفهم هم اخدوها ليه. في البداية ما بيردش الضابط، لكن بعدها بيقول لها انهم لو احتاجوها هيكلموها. وبعدها بتوصل بينيل لبيت كوفمان وبتعتذر له على التأخير وبتسيبه وبتمشي. بتروح بينيل مع بن للحفلة واللي بيكون أغلب حضورها من الأرستقراطيين والطبقة العليا، وبيكون واحد من الحضور هو يوري
يوريش، وهو دبلوماسي مشهور وسفير روسي، وبيظهر انه متعصب في آرائه ومنتقد كمان، وبيبدأ يحاول يظهر آرائه واللي بتكون نقد للحضارة والأفعال أمريكا وغرائز الإنسان والدموية كمان. لكن بينيل بتقدر ترد عليه بدبلوماسية وبتقنعه كمان برأيها، وبتنتهي الحفلة. وأثناء ما بتبعت بينيل رسالة لأوليفر بيخبط باب بيتها جامد، وبتفتح الباب بهدوء وبيكون اللي واقف بره راجل وبيقول لها إنه بيعمل بيان للإحصاء السكاني. فبتسأله بينيل في الوقت ده، بس هو بيقول لها إنه إحصاء ضروري وإنهم شغالين ليل نهار، وإنه جالها أكتر من مرة بس هي ما كانتش موجودة. وبتسمع بينيل صوت غليان المية، وبتقوله بينيل إنها هتشوف المية اللي بتغلي الأول، بعدها هتجيله ياخد البيانات بس من على الباب. وبيوافق الراجل، بس بمجرد ما بتديله ظهرها بيحاول يفتح الباب بعنف، لكنها بتقدر تقاومه وبيمشي الراجل، وبتتأكد إنه مشي من شباك بيتها. بعدها بتحاول تتصل على الشرطة لكنهم ما بيردوش، فبتروح لبن وبتبات عنده. بعدها بتروح بينيل لشغلها، وبتلاحظ إن في ناس كتير بتبص عليها لكنها بتتجاهلهم وبتكمل طريقها. ولما بتوصل بتقول لها السكرتيرة إن أغلب الحالات لغت الميعاد، فبتسألها عن ويندي وبتقول لها إنها ما اتصلتش. فبتقرر بينيل تتصل على ويندي، وبيرد عليها لينك وبيقول لها إن ويندي نايمة وإنها لما تصحى هيعرفها بالاتصال. وبتستغرب بينيل وبتقول له إن لو ويندي ما حاولتش تتصل هترجع هي بنفسها تتصل، فبيطمنها لينك وبيقفل. بتبدأ بينيل تفتكر الأحداث وإن كل الناس اللي أفعالها غريبة من الرجالة، وعدد كبير من الستات بتقول إن أزواجهم مش هم أزواجهم. وبتفتكر أفعال ابن صديقتها الغريبة، وبتقطعها كارلي اللي بتديلها الشاي وبتقول لها إنه جديد، وقبل ما بتشرب بيجيلها مكالمة ما بتخليهاش تشرب. بيبدأ الدكتور جاليانو يشرح لبن وبنيل عن الفيروس، وبيقول لهم إنه عدواني جدا وأشبه بطفيلي، وإنه ما بيموتش بالحرارة وده شيء مستحيل علميا، وإنه أقرب لكائن ذكي ومتطور وبيغزو أجسام البشر وبيندمج بحمضهم النووي، وحتى إنه بيعيد صياغته الوراثية في الليل. وبتسأله بنيل لو تم التعرف عليه عالميا، فبيقول لها إنهم اعتبروه وباء في أوروبا وفي اليابان كمان، لكن في أمريكا اعتبروه مجرد نوع من الإنفلونزا. بيقطعوا اتصال من لودي اللي بتقول لبن إن يورش في شيء فظيع حصل له. بيروح بن ومعاه بنيل، وبيكون معاهم الدكتور جاليانو، وبيلاقوا يورش حالته غريبة وجسمه شبه الزومبي. فبيحاول بن يتفحصه، وبيطلب من بنيل إنها تصوره، بس بمجرد ما بتصوره بيهجم عليها، بس هما بيقدروا يلحقوها منه وبيموت يورش. بتروح بنيل لبيت كوفمان علشان تاخد ابنها، لكن كوفمان بيتصرف بغرابة، وفي ناس كانوا قاعدين وبيبصوا عليها بنظرات غريبة. بيقول لها إن أوليفر مع جين، فبترفض تسمعه وبتطلع تاخد حاجات ابنها. ولما بتنزل بتلاقي باب الشقة مقفول، وكل اللي كانوا قاعدين وقفوا وبيتفرجوا عليها. بعدها بيقول كوفمان لبنيل إنها مش لازم تخاف، وإن الموضوع سريع ومش مؤلم، وإنه شبه الزكام. فبتحاول تهرب لكنه بيمسكها، وبيخرج كوفمان سائل غريب من بقه، وبتهرب بنيل بعدها. ولما بتحاول تركب العربية ما بتقدرش، فبتضطر تجري، وبيجري وراها كل الناس المصابين. ولما بتيجي بتستنجد بمساعدة الناس ومحدش بيساعدها، وبتوصل لمحطة المترو، وبيوصل لها رسالة من ابنها وبيطلب منها إنها تنقذه، وإن والده جابه في مكان غريب. فبتحاول تبعت له رسالة لكنها ما بتوصلش. وبعدها بيكلمها راجل معاها في المترو واسمه جون، وبيقول لها تفضل هادية وما تطلعش أي انفعالات أو تعبير، وهم مش هيقدروا يفرقوها عنهم. وبيدخل عليهم جماعة من الناس، بس ما بتقدرش جين تتمالك نفسها وبتهجم عليهم، فبيضطروا كل الناس الطبيعية تهرب كمان. وبيقف المترو وما بيقدروش يتفادوهم، لكن بنيل بتقدر تهرب وبتنط من القطر وبترجع للمحطة. بتهرب بنيل للشارع وبتحاول تتعامل زيهم، لكن بيقف جنبها الشرطي اللي ظهر في البداية وبيقول لها إنها بتتعرق وهم ما بيعرقوش. فبتستغرب وبتمشي وبتسيبه، وبعدها بتكمل في طريقها وبتلاقي صديقتها اللي بتسألها لو هي موجودة علشان الحقنة، فبتقول لها إنها أخدتها. وبتلاحظ إن صديقتها كمان مصابة، وبترجع لبيتها وبتدور على ابنها فيه، وكانت على وشك الانهيار، بس بتقدر تقاوم وبتجبر نفسها إنها ما تنامش. كمان هي شافت راجل وابنه بينتحروا، وبتقاوم نفسها وما بتديش أي ردات فعل. بتروح بنيل لبن وبتقول له إنها فشلت في إنها تلاقي ابنها، وبيحاول يطمنها وبيقول لها إنهم هيلاقوه. وبعدها بيقول لهم الدكتور إنهم لازم ما يناموش، لأنهم مش هيقدروا يعرفوا إذا كان الفيروس جواهم ولا لأ، وإنهم لازم يراقبوا بعض، وإنهم هيهربوا لمدينة محصنة على بعد 50 ميل. وبتقول له إنها مش هتمشي من غير ابنها. فبيقول بن إن هو وبنيل هيبحثوا عن أوليفر وهيحصلوهم على هناك. بيقاطعهم زوج لودي اللي بيرجع البيت وبيحضن زوجته وبيسألها لو كان في حد في البيت،
وبعدها بيفتح باب البيت وبتدخل مجموعة كبيرة من الناس المصابين. بيكونوا بين وبنال والدكتور والشغالة هربوا، وأثناء ما هم في الطريق بتلاحظ بنال إن الشرطة أوقفت ويندي، وويندي بتصرخ وبتقول لهم إنها نامت مش أكتر، وبيقبضوا عليها وبيعرفوا إن ده معناه إن أكيد عندها شيء مناعي ضد الفيروس. فبيقرروا يروحوا يشوفوا سجلاتها، وبيوصلوا لسجلات ويندي وبيعرفوا إنها كانت مصابة بجدر المية، وده أدى لالتهاب حاد في الدماغ. وبتقول بنال إن ابنها كمان كان مصاب من 3 سنين، وإنه كان بيهلوس وبيحلم بكوابيس كتير، ولما شخصوه في المستشفى عرفت إن هو كمان عنده نفس المرض، وبكده اتأكدوا إن ده سبب عدم انتشار الفيروس في جسمهم. بيتكلم بين مع الدكتور جاليانو عن اكتشافه بخصوص المرض المضاد للفيروس، وبيعرفوا إنه هيجيب له ابن بنال علشان ياخدوا منه عينة. وبتعرف بنال إن أوليفر في بالتيمور وإنهم لازم يروحوا له بسرعة، بس بيكون الجزء اللي هم عايشين فيه من المدينة مغلق، فبيقرروا يهربوا. وبيعرف بين إن بنال مصابة وبيحاول يهديها وبيقول لها إن كل اللي عليها إنها ما تنامش. بعدها بيهرب بين بنال وبيشتت انتباه البوليس، وبتكمل بنال طريقها لوحدها وبتروح لمحطة القطر وبتدخل الحمام اللي فيه، وهنا بتبدأ تفقد وعيها وبتحاول تقاوم، وبتلاقي جزء من الجلد بتاع الكائنات الغريبة، وبتفتح باب الحمام وبتلاقي جين صاحب ابنها أوليفر مستنيها بره، وبيقول لها إنها تيجي وتنضم ليهم. وبنال بتوافق بس بتقول له إنها عاوزة تكون لوحدها. وبعد ما بيوصلوا بيفتح جين باب الحمام وبيلاقيها بتخلع الجلد من على جسمها، ودي بتكون أولى مراحل التحول. بتقابل بنال كوفمان اللي بتروح معاه لبيت والدته، وبتمثل بنال إنها زيهم وبتقدر تقنعهم فعلا. وبيتصل بين عليها وبيقدر يعرف مكانها، بتستغل انشغال كوفمان وبتنقذ ابنها وبتهرب. بس والدة كوفمان بتلاحظ وبتتصل على ابن المبنى اللي بيحاولوا يمسكوها، فبتجري هي وابنها وبيلحقهم كوفمان اللي بيقدر يعرف مكانهم، وبيمسك كوفمان بنال، بس أوليفر بينقذها وبيضربوه وبيهربوا وبيدخلوا ماركت مهجور. وهنا بنرجع لأول مشهد، وبتبدأ بنال تقاوم شعورها بالنعس، وبتكون مجهزة حقنة علشان في حالة نومها يحقنها أوليفر في قلبها وتقدر تصحى قبل ما تتحول. وفعلا بتنام وبيلحقها أوليفر، وقبلها بتلاقي غرفة فيها مجموعة من المتحولين بس هما لسه في طور النوم، وبتاخد سلاح واحد منهم، وبتكون كل ده مستنية بن اللي بيتأخر عليها بس بيجي في الآخر. وبتلاقي بنال إن أفعال بن غريبة، وبتعرف إنه تحول زيهم وبتحاول تمنعه، بس هو بيحرر المتحولين التانيين من الغرفة اللي حبستهم فيها بنال، وبتكون على وشك الاستسلام. بس لما بتعرف إنهم هيقتلوا ابنها بتضطر تضرب عليهم نار، بس بتيجي قدام بن وما بتقدرش تقتله، فبتضرب طلقة في رجله. وبتطارد كل المدينة بنال اللي بيتصل عليها الدكتور جاليانو، واللي بيجيلهم بطيارة تنقذهم وبيدلهم على مبنى فيه مهبط طائرات. وبالرغم من إن عربيتها اتحرقت وكانت على وشك الموت، بتقدر بنال توصل فعلا وبينقذوها هي وأوليفر. في النهاية بيقدروا ينقذوا العالم، وبيكون الفضل في اللقاح للدكتور جاليانو. وبنشوف إن بنال رجعت تعيش حياة هادية مع ابنها، وإنها تبنت جين، وبنلاقي إن بن لسه عايش. وبينتهي الفيلم مميز فعلا. لو كنت كملت الملخص للآخر فعندي لك سؤال، تفتكر إزاي قدر يوريش يحس بالفيروس جواه بالرغم من إنه ما كانش لسه نام؟ سيبولنا إجاباتكم في التعليقات وهقراها كلها.